السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف أحوالكم وش أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وفي صحة جيدة يا رب. مرحبا بكم في قناة زوزو الأضرارية اللي نتمنى أن محتواها ينال إعجابكم. أسأل الله لي ولكم أن ربي يبلغنا الشهر الفضيل ولا فاقدين لا مفقودين وإحنا في كامل صحتنا وعافيتنا، وإن شاء الله نكونوا من صيامه ومن قيامه ومن عتقاء من النار إن شاء الله يا رب، إحنا ووالدينا وجيراننا وأحبتنا وكل من سبقونا للإيمان. المهم اليوم فيديو خاص بتخليط طريقتي في تخليط الحليب. واش هي المكونات اللي نديرها فيها؟ حليب الشهر يعني حليب رمضان، ماشي الكمية اللي تكفي الشهر ولكن بداية رمضان كل يوم بيوم إن شاء الله. المهم المكونات اللي نحتاجها هي هذه اللي راكم تشوفوا فيها. نحتاج إلى الكليلة 3 حبات 4 حبات 5، ومن الأفضل أنكم ديروا عدد فردي. هنا كيما راكم تشوفوا أنا درت 4 حبات، وشرائح من الليمون، شرائح من الليمون يعني 2 شريحات يكفوا، وقشور من البرتقال، قشور البرتقال يعني مندرين ولا برتقال متواجد عندكم، قشر قطعة ولا 2. وهنايا هادو العود الأبيض اللي هو الزنجبيل المجفف، أني غسلاته هذاك واش راه لونه هكا، وهذا قرمي حبات من قرمي يعني 7 حبات 5 حبات 5 عودان، العود الكحل اللي هو قرمي أو قرمني. وهنايا ملعقة صغيرة مملوءة نتاع حشيش الحليب اللي راح إن شاء الله نحط لكم الفيديو قبل هذا ولا من بعد هذا، حشيش الحليب ولا فاح الحليب. المهم واش راح نحتاجو؟ راح نحتاجو أيضا للحليب اللي مازال المهم قبل راح نحتاجو إلى بيدون يكون كيما هكا كيما راكم تشوفوا، بدون أي نوع عندكم متواجد، يعني بدون مستعمل تغسلوه ولا تشرو بدون سبيسيال للحليب. المهم يكون نظيف جيدا، تنظفوه بهذا الشكل ويكون ويتغلق، تنظفوه مليح. ومن بعد راح طبعا نحتاجو إلى المحقن باش نصبوا فيه الحليب، ومن الأفضل يكون هذاك الفم نتاعو اللي دخّلوا فيه هذا كيما راكم تشوفوا، هو يكون شوية واسع باش ندخّلوا المكونات بسهولة. طبعًا نبداو بسم الله وعلى بركة الله، ومن بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، نبداو نحطوا في المكونات. هنا كيما راكم تشوفوا قشور البرتقال، وطبعًا كل حجرة عندها فايدتها وعندها دورها. ونحتاج إلى شرائح نتاع الليمون، 2 شريحات ولا 3 فقط يكفوا. هنا أنا درت 2 شريحات، ونبداو نحط هنايا الكليلة. الكليلة طبعًا نخليها في الماء مدة 5 دقايق ولا 10 دقايق ونبدأ نستعملها. ناخد حبات الكليلة فقط كيما راكم تشوفوا ونحطها، وهنايا العود الأبيض اللي هو الزنجبيل ولا سكنجبير المجفف هذاك الغليظ نغسلو. هنا فقط لونه تبدل لأني غسلته، ونفس الشي بالنسبة للقرملي غسلته وحطيته معاه. هنايا درت حوالي 7 حبات يعني 7 8 مانيش متأكدة هاكا في هاد الحدود، يعني بين 5 ل7. أنا هنا راح نستعمل 2 لتر نتاع الحليب بداية باش نحمّض ندير 2 لتر، ودركا راح ندير المحقن اللي باش نبدا نصب الحليب. هنا أنا راح ندير نصف لتر عفوًا لترة مسوسة حلوة وليترة حامضة، حليب حامض. طبعًا الحليب تقدروا تستعملوا أي نوع كان متواجد عندكم، وأي نوع تفضلوه، أي نوع تقدروا تشروه، يعني نتاع العُلب ولا نتاع الأكياس ولا نتاع البقر ولا اللي عندكم عادي يعني تشروه عادي، ولا نتاع الماعز ولا اللي كان عندكم. المهم إلا بغيتوا ديروا يجيكم هكا واجد ديروا نص حامض ونص يجيك معتدل، نص حامض ونص حلو. ولكن إذا كنتم من الناس اللي ما تبغوش الحامض تقدروا ديروا ربع حامض والباقي ديروه حلو، يعني لترة حلوة ونصف لترة حامضة. وإلا بغيتو تحمضوه ما كانش عندكم الحامض ياسر وبغيتو تحمضوه ديروا فيه فتيتة حامض، وديروا فيه ملعقة نتاع الخل، وديروا المسوس ولا الحلو اللي بغيتو ديروه، وديروا باقي المكونات الأخرى، وتغلقوا البيدون تخضوه وتخلوه يبات ليلة ما يباتش في الثلاجة، يبات ليلة في المطبخ وخلاص هكا تحطوه فوق طاولة المطبخ ولا في خزانة المطبخ وليلة كاملة، والصباح تولوا تعاودوا تخضوه يحماض لكم وتبداو تدخلوه للثلاجة. زمان أهلنا كانوا يديروه في الشكوى، مش عارفة الشكوى إذا جاتني فرصة ولقيت كيفاش نصورها لكم راح نصورها لكم وتشوفوها. أنا والدتي رحمة الله عليها كانت تحمضو يعني خاصةً يعني قديمًا كانت تحمضو في الشكوى، ولكن طبعًا من بعد يعني السنوات
الأخيرة اللي كانت تحمّض فيها، كندير هاد الطريقة البيدون، ومن بعد طبعًا ندير ملعقة نتاع حشايش الحليب اللي هي العرعر، كاين ناس ياسر يديروا العرعر فقط، ولكن أنا ندير فيه بعض المكونات من بعد نوريهم ليكم، ومن بعد من الأفضل يكون بدون كيما هاكا، طبعًا البدون اللي متواجد عندكم يعني حتى الناس اللي عندهم مثلًا بغاو يديروا غير القرعة مثلًا قرعة مسعيدة ولا قرعة هاكا نتاع يجيو يغسلوها مليح، وخاصةً أفراد العائلة قلال ما يحتاجوش ياسر، تقدروا ديروا قرعة فقط وديروا فيها هاد الشي اللي راكم تشوفوني درتو فيه هاد المكونات، ومن بعد تخدّوه مليح، علاه نحتاجو بدون كيما هاكا لأنه نخدّوه، كي خدّوه مليح، مليح، مليح كيما هاكا واحتفظوا به في التلاجة، وقعدوا مثلًا كل 3 سوايع 4 هاكا خدّوه، يعني ليلة قبل رمضان إن شاء الله ربي يدخلوا علينا ويدخلوا عليكم بالخير والصحة والعافية، إن شاء الله تصوموه بالهنا يا ربي، إن شاء الله نسأل الله إنه مزيد من الطاعات إن شاء الله يا ربي اللي تقرّبنا من الله سبحانه من جنات النعيم كلنا إحنا وأموات المسلمين كاملة الأحياء والأموات. المهم كيما سبق وقُلت لكم تخضّوه هاكا مرّة على مرّة وتحطوه في التلاجة، يعني قبل الاستعمال دايمًا قبل الاستعمال تخضّوه وتستعملوه و والحليب كيما سبق وقُلت لكم تقدروا تستعملوا أي نوع نتوما تبغوه، يعني ما كان حتى مشكلة في الحليب فقط باش يجيكم جاهز وواجد تستعملوا نصف حامض ونصف مسوس، وطبعًا الكمية على حسب عدد أفراد الأسرة، أنا هنايا عندي درت ليترا حليب حلو وليترا حليب حامض، وشوفوا كيفاش يجي، شوفوا لي كيفاش هذاك الكاس يجي مخلوط. الطعم ولا أروع، يعني يزيد بِنّة على بِنّة صدقوني، ونكهة ورائحة وطعم، وأهم شي فائدة، وقراو على العرعر، قراو على العرعر واش هي الفوائد نتاع الجهاز الهضمي المفيدة جدًا. يعني جدودنا ما كانوش يديروا حاجة في الباطل، كانوا كل شيء وعنده دوره وعنده فائدته، ونتمنى إنه فيديو اليوم يكون نال إعجابكم، نلتقي في فيديو جديد إن شاء الله إذا كان في العمر بقية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.